السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني والله جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل تحدي بين الفطير المشلتت المغربي والفطير المشلتت المصري، وهنشوف النتيجة في الآخر هيطلع انهي فطير أحسن وأحلى، وهنشوف النتيجة. ومش هنتحيز لحد، لا نتحيز للمصريين ولا نتحيز للمغاربة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بص، بعد ما اتعمل الفطير ده، بعد طبعا ما اتعمل ده الفطير اللي انا بقطعه ده الفطير الطريقة المغربية. بيعملوه ازاي بقى؟ هتشوفي في الفيديو. بصي، بيطلع معاكي شرايط كده. بصي منظره طبعا تحفة، جميل جدا اهو. شايفين؟ بصي بيتفتح على طول معاكي ازاي وانت بتقطعيه. بيطلع معاك عبارة عن شرايط 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 كلها كده متجمعة مع بعضيها. وهتشوفي طبعا في الفيديو الشرايط دي بتتعمل ازاي. طبعا طريقة حلوة برضو وسهلة وجميلة. هما برضو طريقتهم حلوة قوي في الفطير. فانا حبيت اجربها بصراحة، واجرب الفطير المشلتت المصري بتاعنا ونقارن بين الاتنين. ده المصري، بص اللي هو بيطلع مورق كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. بيطلع مورق، وبرضو طلع معانا برضو بنتيجة حلوة وجميلة وحلو جدا 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 اهو. شايفين المنظر؟ ده فطير وده فطير، والاتنين بصراحة طلعوا في منتهى الجمال. وهنشوف معانا الطريقة المغربية والطريقة برضو المصرية عشان نقدر نقارن بينهم. وطريقة عمايلهم، طريقة عمايل المصري غير طريقة العمايل الفطير المغربي اهو. بصي المنظر، بصي المنظر. بص، تحس ان هو ايه، عبارة عن شرايط شرايط رفيعة جدا بتتكون جنب بعضها اهو. شايفين؟ بيديله برضو توريقة جميلة وطعم احلى، وبيبقى من بره مقرمش ومن جوه طري. ادي الفطير المصري وادي الفطير المغربي زي ما انتوا شايفين. عندنا بقى المقادير بتاعتنا. نبتدي بقى نعمل من البداية. عندي دول 5 كوبايات دقيق، مجات العادية بتاعت الشاي دي، يعني حوالي نص كيلو دقيق وشوية كده. هنحط معلقة ملح عليه اهو، معلقة صغيرة، معلقة ملح صغيرة. وعندي طبعا شوية زيت هحطه جنبي كده وانا بعمل ايه العجينة. وعندي المية، حطيت المية الاول يعني هرست شوية العجينة بايديا. وبعدين حطيت حوالي معلقتين زيت كده وايه. وطول ما انا بعجن اشوف محتاج مية احط، محتاج شوية زيت تاني احط. وطبعا الزيت ده لازم يخش في ايه، في العجينة. وادي العجينة بتاعتي بعد ما خلصت ولمتها زي ما انتوا شايفين كده. بص بقت عاملة ازاي، بقت تحفة بصراحة وجميلة. وبرضو هديها برضو دعكة حلوة كده على الترابيزة اهو. برضو اخدميها على قد ما تقدري، يعني لو عندك عجان يبقى افضل، لكن انا بصراحة ما عنديش. فايه بضطر ان انا اعمل بايديا واتعب وايديا توجعني. بس في ايديكوا اي حاجة ما فيش مشكلة خالص، عشان بناتنا الحلوين الصغيرين يتعلموا كل حاجة اهو. خلاص كده خلصت العجينة كلها. هبتدي اقطعها، مش هسيبها ترتاح دلوقتي، انا هسيبها ترتاح بعد ما تتقطع. اقطعها الكور والمقاسات اللي انت حباها. عايزه فطير كبير اعملي، عايزه فطير صغير اعملي. بس انا هحاول اعمل لكم الفطير الوسط، عشان ما ايه طبعا انا عشان ايدي بتوجعني، فالفطيره الكبيره هتتعبني في العمايل. فانا اعمل لكم الصغير. انت عايز تعملي كبير اعملي براحتك خالص. يعني انا العجينه دي اللي هما 5 كوبايات دي عملتهم 8 فطاير، انت ممكن تعملهم 6 لو عايزاها اكبر شويه. مفيش مشكله خالص. هتمسكي جزء جزء كده تكوريه في ايديكي، ويبقى قد حجم البرتقانه بالظبط. جيبي صينيه ودهنيها زيت، طبعا لازم ندهنها زيت. نبتدي نكور بقيه ايه الكور بتاعتنا كلها كده
ونقول ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، و... ونقول الأكل بتاعنا وتسمي عليه ما تيجي تعملي، وأي حاجة تعمليها تسمي وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. هيزيد أكلك بركة كده، ويزيد بيتك بركة، ويوسع عليك إن شاء الله، ويوسع على الأمة الإسلامية كلها، وبيبقى الأكل كمان فيه خير. بص كده خلاص خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها ترتاح. يعني حوالي نص ساعة، ممكن تبقى ربع ساعة لو انت مستعجلة، بس ان كل ما تسيبيها ترتاح هتفرد معاكي بسرعة وما تردش. يعني في عجينة تلاقيها هي بتمط كده بتروح راجعة تاني، كل ما تسيبيها تريح هي بتفرد مع نفسها كده وبسرعة. وهتشوفي دلوقتي الخطوة اللي جاية بتفرد معاكي ازاي. سبتها نص ساعة ترتاح كده، غطيتها بكيس بلاستيك وفوط عليها وسبتها ترتاح خالص خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا باينة اهي ان هي ارتاحت على الاخر، فرشت كده في الصينية. اخد واحدة واحدة كده وابتدي اشتغل فيها، ونسمي بالله كده ونبتدي نشتغل اول واحدة. هنشوف هنعمل اول واحدة ازاي. م. هنبتدي بقى بالمصري ولا نبتدي بالمغربي؟ خلينا كده واحدة واحدة، ما احنا بنعمل مقارنة دلوقتي اهو. بعد ما افردها هقولك هنعمل ايه، هنعملها مصري ولا هنعملها مغربي. اهو شايفة المنظر. خلاص كده بقى ايه، طالما مسكت السكينة يبقى هنعملها الطريقة المغربية. الطريقة المغربية عبارة عن اني بعمل العجينة شرايط 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 رفيعة جنب بعضيها، بس ما بوصلش العجينة للاخر. من عند الحرف من هنا بنسيب حتة، ومن عند الحرف التاني بنسيب حتة. ما تقطعيش الشرايط دي للاخر، متخليهاش تفصل خالص. اعملي الشرايط كلها في منتصف العجينة زي ما انت شايفة كده، وقول ايه الداير اللي بره كله حوالي سنتي كده، ما يبقاش فيه قطعيات خالص. اهو شايفين عملتها بالقطعة بتاعت البيتزا، طلعت اسهل من السكينة اهو، وبتقطع بسرعة انها زي العجلة كده بتقطع معاك على طول. ابتدي بقى ايه المها كده، بلم من الناحية الشمال ومن الناحية اليمين، الم الشرايط كلها على بعضها كده زي ما انت شايفة كده، تدي شكل اسطواني كده في الاخر. شرايط متراكمة جنب بعضيها. شايفين المنظر طبعا بيقول لوحده. ابتدي بقى الف على ايدي، الف على كوباية، الف على اي حاجة. بس وانت بتلفي المهم النقطة دي، وانت بتلفي تشدي العجينة معاكي، تشدي الشريط معاكي وانت بتلفي، هيديكي نتيجة جميلة جدا. خلاص كده خلصتها، هبتدي اركنها على جنب واخد واحدة تانية هعملها لكم برضو بنفس الطريقة. عشان اللي ما شافتش الفيديو من اوله هتشوف الجزء ده بنفس الطريقة برضو. هنعملها برضو نقطعها ونعملها شرايط، قلنا واحدة نعمل واحدة تانية عشان نبقى ايه مركزين شوية في الفيديو ان احنا بنعمل ايه بالظبط. اشيل بس ابعد شوية عشان اعرف افرد الفطيرة معايا. افرد العجينة كلها، لازم تتفرد قوي. تفرديها بايدك، تفرديها بالنشابة، طبعا النشابة اسهل ما بتوجعش الايد وبتفرد معاكي بسرعة بصراحة يعني. والعجينة مرتاحة فبتتفرد معايا بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على النبي، بتتفرد اوام 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 اهو. شايفين بقطع برضو اهي، برضو بالعجلة بتاعت او بالقطاعة بتاعت البيتزا، انها عبارة عن عجلة كده فبتقطع معايا بسرعة احسن من السكينة. السكينة ممكن تقطع او ممكن تمط العجينة معاكي. انا جربت السكينة في الاول زي ما شفت كده لقيتها ايه مش حلوة في العمايل يعني، فجربت بعد كده العجلة دي او القطاعة بتاعت البيتزا لقيتها احلى. زي ما شايفين كده، شايفة سايبين حرف في الاول خالص اهو من الناحية دي، وحرف من الناحية التانية. نقطع كله كله كلها شرايط 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 شرايط، هتديك النتيجة اللي انت شفتيها في اول الفيديو اللي احنا وريتهولك، اللي انا بقطع فيه الفطيرة ووريها لك شكلها ايه اهو. شايفين يعني انا كده لحد دلوقتي ما دهنتش السمنة،
ومقادير السمنة بتاعتي اللي انا بعمل بيها الفطيرة، بعمل خليط بين الزبدة وبين السمنة العادية وبين الزيت. ممكن تحط التلات مقادير قد بعض. يعني انا حطيت الكمية اللي قدامك اللي في الطبق ده تلاتة، نص كوباية زيت، نص كوباية زبدة، نص كوباية سمنة عادية، وبس سيحتهم تسيحة كده خفيفة عشان اعرف اشتغل بيهم. وهتشوفوا دلوقتي المنظر انا باخد منها ازاي. لحد دلوقتي الفطيرتين اللي أنا عملتهم دول ما حطيتش لسه عليهم زبدة، او حطيت عليهم المادة الدهنية اللي بنعمل منها الفطير. او ابتديت اخد بايدي بقى وادخل فيها في النص، ان بتبقى فيها فتحة كده في نص الفطير. جبت اللي انا عملتها قبل كده، حطيت عليها زي ما انت شايفة كده السمنة. ممكن تحطي عليها وانت بعد ما تقطعيها شرايط كده، وهتشوفي واحدة انا بعملها بنفس الطريقة. حطي عليها السمنة وهي شرايط، وبعد كده تلميها. اه، اركن بقى على جنب، اسيبها برضو ترتاح مرة تانية. المرة دي ممكن ربع ساعة ترتاح عشان اقدر افردها وايه واسويها. كل الفطير ده ممكن تعمليه في الفرن او تعمليه في الطاسة. وفطير الطاسة بصراحة بيعجبني قوي قوي قوي، بيبقى تحفة. بيبقى تحفة بصراحة، بيبقى مقرمش كده وجميل. التالتة اهي عملتها ودهنتها زي ما قلتلكوا كده. دهنت شرايط الاول اهو، وكده الطريقة دي افضل. ليه بقى؟ لان المادة الدهنية بتتغلغل كلها بين الشرايط كلها، وانت بتلمي هتلاقيها كل الشرايط كلها عليها المادة الدهنية اللي انا بعمل بيها، او الزبدة او السمنة اللي احنا بنعمل بيها. لفيها لف على ايدي برضو كده اهو. شفت بمط ازاي؟ مط كده، تمطي الشرايط بتاعتك. بص منظرها جميل ازاي. بمط الشرايط اهو، امط كده تبقى زي ما هي. مط كده على قد ما تقدري وتلف حوالين ايديك اهو. وهعمل لك طريقة تانية برضو في اللف ده غير ايدي، اللي انت حباه اعملي بيه. انا عملت لك كذا طريقة عشان اللي انت بتستسهلي فيها اعملي. هتلف على ايدك بقى، تلف على اي حاجة تانية، فمفيش مشكلة خالص. شايفين؟ بص بتنزل من ايدي طبعا في منتهى السهولة. بصي بتبقى عاملة ازاي اهي. بتبقى شكل، عارفة فاكرين الحواية بتاعت الفلاحين اللي بيحطوها على دماغهم دي؟ بتبقى عاملة زي الحواية كده اهو. عملت تلاتة اهو، واسيبهم برضو حطهم على جنب كده يرتاحوا، وابتدي اشتغل في الباقي. فردت واحدة اهي، الرابعة اهي بفردها. وهنشوف هنعمل دي ايه. هحاول اعملها بقى بالطريقة المصري. احنا عملنا تلاتة اهو. الطريقة المغربي برضو المصري بفردها برضو على الاخر على قد ما تقدري. حتى لو اتقطعت منك حتت في الحرف كده ولا حاجة مفيش مشكلة خالص، كل ده بيخش في بعضه. بس الحمد لله عندي العجينة منها مرتاحة حلوة قوي. بصي ما اتقطعتش ولا قطعة، غير قطع صغنون اهو على على الجنب اهي. اول ما تعملي السايحة بايدك كده، تمشي ايدك هتلاقيها بتمشي معاكي بمنتهى السهولة. زي ما قلتلك في الاول، حتى لو اجزاء فتحت منك كده مفيش مشكلة خالص. بس حاولي ان انت تفرديها على قد ما تقدري. خليها تبقى خفيفة جدا جدا جدا، كأنها ورقة واخف كمان من ورقة. ابتدي ده الطريقة المصرية. اخد بقى الحروف على جوه، اتني الحروف كلها زي ما انت شايفة، وكل حرف اتنيه احط عليه السمنة بتاعتي وادهن بالسمنة. كل حرف اعمله احط عليه السمنة بتاعتي واقفل، واتني بقية الحروف تاني ادخلها جوه بعضيها اهي. اللي انا عملته الاول اعمله تاني. كل الحروف هتدخليها على بعضيها وتلم العجينة كلها كأنك ما عملتش اي حاجة. وعمليها زي الكورة برضو، تلميها كده في بعضيها، وبرضو تركنيها على جنب لما ايه، لما ترتاح. دي واحدة كمان. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بصي ما شاء الله العجينة تحفة بصراحة، جميلة جدا. كل ما بتسيبيها زي ما قلتلك، كل ما تسيبيها ترتاح تفرد معاكي بسرعة، عمرها ما ترجع. مش في عندك ساعات بتعملي عجينة كده تلاقي تفرديها تروح راجعة تاني؟
لا بصي دي ما بترجعش ازاي، جميلة ازاي. احلى حاجة في الفطير ان انت تسيبي العجينة ترتاح على قد ما تقدري. بدهن سمنة اهو، برضو اتني الحروف على جوه نفس الطريقة اللي فاتت اهو. عملت اتنين اهو. ادي الطريقة المصرية بتاعتنا، وفي طرق كتير مصرية برضو، بس دي اسهل حاجة عندنا بنعملها، وبتطلع معانا بسرعة وبطريقة سهلة وسريعة. عايزة تعمليها بالطريقة دي اعمليها برضو، هتطلع برضو جميلة. وبرضو ان شاء الله الطريقة المغربية هتطلع معانا حلوة بإذن الله، ان هما برضو يعني عندهم ناس كويسة جدا في موضوع الاكل، وانا بحب اتفرج بصراحة على فيديوهاتهم، وبشوفهم الاكلات بتاعتهم جميلة، حاجاتهم بصراحة جميلة جدا وبتعجبني قوي بصراحة. يعني اخواننا كلهم المغاربة، وخاصة الستات يعني. يمكن انا عشان انا واحدة ست فبقول الستات، فمفيش مشكلة خالص. عملت واحدة تالتة رابعة، دي الرابعة الشرايط. حبيت انا الطريقة اصلا طريقة جميلة ومسلية وجديدة، فحبيت اعملها عشان تشوف النتيجة بتاعتي هتطلع شكلها ايه. ان عندي هما 8 فطاير، عملت منهم بصراحة 5 بالطريقة دي بالطريقة المغربية، و3 عملتهم مصري، لان احنا مصريين وعارفين الفطير بيتعمل ازاي. فنتك شوية ونكرر موضوع التجربة المغربية بتاعتنا. ابتدي ارش سمنة كده على الشرايط قبل ما المها واوزعها بايدي اهو. يعني احنا بنوزع الطريقة بتاعتنا على الفطيرة كلها من غير تقطيع من غير اي حاجة قبل ما تتلم. ببتدي الم من الجنبين، من الناحية دي ومن الناحية دي الشرايط بضغطها على بعضيها كده تخش على بعضيها، بس عمرها ما بتلزقش ببعضيها ابدا، لان هي مدهونة والعجينة بتاعتها جميلة وطرية وناعمة، فعمرها ما بتلزق. بص منظر الشريط عامل ازاي، بص انا بمط ازاي، بص طريقة مط الشريط. بمطيه على قد ما تقدر، الرخامة طويلة قدامك واعملي اللي انت عايزاه، كل ما تتمط تطلع احلى. هنجرب بقى الكوباية بدل ما الف على ايدي تاني، نجرب طريقة الكوباية، لان انا شفت الطريقة دي المغاربة بيعملوها، بتلف العجينة او الشرايط بتاعتنا كلها على ايه، على الكوباية كده زي ما انت شايفة، زي ايدك بالظبط. مش عايزة تعملي على الكوباية لف على ايدك زي ما عملت كده انا في الاول، برضو طريقة حلوة وسهلة وبتتحكمي فيها برضو، ما فيش مشكلة خالص. انا بعمل بطريقتين عشان الطريقة اللي تعجبك اعملي بيها، ان دي زي دي بالظبط اهو. بلف الكوباية كده وبلف حواليها العجينة، وانا ماسكة بالايد التانية بمط، واخده بالك انت من الحتة دي، بتمطي الشرايط وبتطلع معاكي بمنتهى السهولة من على الكوباية اهو. انها مزحلقة طبعا من السمنة اللي احنا دهنينها، بتطلع معاكي وبتدي نفس الشكل اللي انت عاملاه على ايدك اهي. شايفة المنظر اهو. خلاص ركنتها رخرة على جنب، ترتاح برضو خالص. انا هعملهم كلهم واسيبهم مرتاح، وابتدي ايه لما اجي اسوي اخد من الاول للاخر. دي برضو عملتها شرايط زي ما انتوا شايفين كده، هعملها برضو بالكوباية اهو، بس المرة دي هدقلج بالكوباية، هسيب الشرايط زي ما هي على قد ما تملك. بصي بمط ازاي، بصي بمط الشرايط ازاي. كل ما بتتمط بصراحة بتديكي نتيجة احلى وافضل، بتديكي نتيجة حلوة جدا، بتبقى الشرايط رفيعة. كل ما بتمطيها تديكي الشرايط رفيعة، بتديكي التوريقة بتاعت الايه، بتاعت الفطير. ما شاء الله. بصي التجويف ده كله هيروح طبعا مع وانتي بتبططيها. هحط بس على وشها كده شوية سمنة واركنها برضه على جنب عشان ترتاح. ادي ال8 فطاير بتاعتنا. اخد بقى اول واحدة لانها ارتاحت جامد على ما عملت التانيين، دي هفردها. بس دي ايه، انا ايه يعني غلطت فيها لان فردتها اوي، المفروض ايه عايز افرديها اوي مفيش مشكلة، بس دي هتطلع رقيقة اوي عن بقية الفطاير اللي انا هعملها بعد كده. حطيتها على النار على طاسة سخنة او صينية سخنة زي ما انت شايفة كده،
وبتدهنيها بأي مادة دهنية، زيت بقى، سمنة، بس الأفضل يبقى زيت. الزيت بيحمرها، بيخليها مقرمشة من بره، لكن السمنة بتخليها تتلسع بسرعة. الزيت، دي معلومة برضو مهمة، ما بتدهنيها بس بفرشة، مش هنحط زيت، احنا مش هندلق زيت، لا احنا هندهن. تدهني الصينية بتاعتك أو الطاسة بتاعتك اللي بتسوي فيها، بتدهنيها بفرشة أو بمنديل، مفيش مشكلة خالص. اهو، شايفة المنظر؟ نقلب على الناحية التانية، نبتدي نقلب اهو عشان بس اتفردت جامد فهتطلع رقيقة معانا. اهي زي ما قلتلكوا، بصي اتلسعت مني ازاي، يعني فيها، هي استوت بس السمنة ما بتدهش التسوية بتاعت الزيت بصراحة. يعني انا جربت السمنة اهو قدامكم، وهجرب الزيت، هتطلع الزيت افضل من السمنة في الايه، في التسوية. لما بدهن الحاجة اللي بسوي فيها زيت افضل ما بتدهنيها سمنة او زبدة او اي حاجة. برضو حطيت المرة دي، برضو قلت هجرب تاني السمنة اللي انا كنت شغالة بيها، حطيت كده معلقة، وحطيت الفطيرة اهي. دي انا حاولت اصغرها شوية في الصينية بتاعتي، عشان عايزاها تبقى ايه، مليانة شوية. فطبعا اللي انا طلعتها طبعا هي اتاخدت كده من قدامي على طول، عايزين شموا الريحة فحبوا يدوقوا بقى اهو. الصينية ترجع فاضية دلوقتي، يلا بألف هنا وشفا للي ياكل. ما بيصبروش بصراحة، ما بيشموا ريحة الأكل، أي حد كبير صغير، أحفادي ولادي، ما بيخلوش حاجة بصراحة. بألف هنا وشفا طبعا للي ياكل. بيدوقوا بقى، ما مش معقولة هيشموا الروايح دي ومش هياكلوا يعني منها. حطيت التانية اهو، غطيتها، ويا ريت تتغطى أحسن، كل ما تتغطى هتنفش معاكي في السوا، متبقاش مكتومة كده، هتنفش. السخونية والبخار اللي يطلع هيخليها تنفش معاكي وتعلى. هي مش هتعلى، مش هتقب ولا حاجة، بس هتدي تجويف من جوه، يديها ايه، اللي هي الطرية كده، تبقى طرية كده من جوه، تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه، زي ما انتوا شايفين كده المنظر الجميل اهي. دي التانية اللي انا عملتها وخلصت اهي، وابتدي اطلعها. لازم تقلبي على طول، قلبي من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وايه، وما تسيبهاش خالص ايه اهي. ادي حطيت واحدة كمان، دي التالتة ما شاء الله، الله اكبر. طلعتها، حطيتها على التانية، دول اللي هي الفطاير المغربية اهي. جيت بقى مسحت الصينية بمنديل عشان لو حاجة اتلسعت ولا حاجة. خدت بقى الطريقة دي، ان انا ما احطش بايدي عشان الطاسة سخنة، وحطيتها على طبق، طبق صيني كده، بيزحلق العجينة معايا بسرعة، تنزل معايا بدل ما اشيل بايدي وممكن تتلسع ولا حاجة. حطيها على طبق، افرديها على الطبق كده، هتلاقيها اتزحلقت معاكي، لان هي فيها مادة دهنية من فوق ومن تحت، هتلاقيها نزلت معاكي بمنتهى السهولة. الطريقة دي حلوة اوي برضو، اعملي بيها. دول التلات فطاير اللي عملتهم بالطريقة اللي هي ايه، المغربية. نبتدي نعمل بقى الطريقة المصرية، دي اول واحدة طلعت، الطريقة المصرية اهي. بصي بسم الله ما شاء الله، بصي التوريقة بتاعتها بتحاول ايه، تقب معاكي شوية ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هنا في الحالة دي انا دهنت الحاجة اللي بعمل فيها او الصينية اللي بعمل فيها، دهنتها زيت. ده طريقة السوا بالزيت، ما دهنت الزيت، والاولانيين دول بالسمنة، فهي نفس النتيجة، هتطلع نفس السوا برضو، بس بالزيت زي ما قلتلك تدهني زيت افضل. ادي الطريقتين، دي الطريقة المصرية اللي على اليمين، واللي على الشمال الطريقة الكويتية، قصدي قصدي المغربية، الكويتة برضه حبايب قلبنا، مفيش مشكلة. هبتدي بقى، بصي افتح لكم واحدة اهي، اهي بصي منظر الشرايط بانت اهي، الشرايط اللي احنا عملناها، بصي بتطلع ازاي، تحفة بصراحة، جميلة جدا، طريقة حلوة قوي قوي. بقول لكم هي عجبتني، فقلت لازم اعملها واعمل مقارنة. انا بعملها مش بقلد،
أنا بعملها عشان أعمل مقارنة بين الفطير المصري والفطير المغربي، إن هما حبايبي جدا، أنا بحبهم جدا المغاربة كلهم بصراحة، دول إخواتي وحبايبي بصراحة، وأحلى متابعين ليا من المغرب بصراحة يعني. دي فطيرة المصرية، بس منها كانت آخر واحد طبعا سخنة قوي ومش عارفة أمسكها اهي. بص التوريقة بتاعتها، بص توريقة المصريين بقى، بص بتطلع مورقة ازاي اهي. تانية شرايط دي مورقة زي ما انتوا شايفين كده، تحفة بصراحة من جوه وجميلة جدا. شايفين سخنة جدا على فكرة، دي ما انا ماسكاها بالعافية بس عشان اوريها لكم كده وهي لسه معمولة. بسم الله ما شاء الله، الفطير طلع الطريقتين احلى من بعض، والطريقتين تحفة بصراحة وجميلة. عايزة تغيري الطريقة المصرية اعملي بالطريقة المغربية، تعملي بالطريقة المصرية الطريقة اللي يريحك اعملي بيها، وهتطلع الاتنين بصراحة طلعوا معايا جميلة جدا جدا جدا. اللهم صل على النبي. بص الشرايط عملت ايه، بص بتطلع ازاي، بص منظرها، وبتطلع بقى فيها قرمشة خفيفة كده وجميلة جميلة جدا جدا. جربيها والله حلوة قوي قوي بصراحة. عملنا بقى المقارنة بين المصري وبين المغربي، بصراحة ما لقيتش في فرق، دي الطريقة دي ودي طريقة، بس الاتنين طلعوا احلى من بعض. واقول لكم عايزين بقى احلى كومنت، والمشتركش في القناة يشترك بعد اذنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.